سامعينا على كارم فوق النخل فوق. خلونا قبل ما نبدأ بفقرة البرنامج في شيء دائما بنحب ان احنا نتكلم عليه. دائما بنشوف الاشياء الايجابيه وبنركز عليها، مش معناته ان احنا بننتقد وبنركز على الاشياء السلبيه وبنتكلم عليها انه خلاص الدنيا ما فيهاش اي شيء خير والناس مش موجوده والخير خلاص انتهى وقلوب الناس اصبحت حجاره. لا، بنفس الوقت في ناس حقيقة لازم نحن نوجه لهم الشكر والتقدير. كذا من يوم لا يوم بنكون نجيب لكم بعض الأسماء أو بعض الأشخاص اللي حقيقة دائما وأبدا بنشوف قلوبهم كبيرة جدا، تعاملهم راقي جدا مع الناس مهما كانت المواقف، مهما كان المواطن اليمني مستفز أحيانا، إلا أنهم بيتعاملوا بأخلاق وبذوق كبير جدا. من ضمن الأشخاص اللي حبينا نتكلم عليهم اليوم وحقيقة نوجه له شكر كبير جدا وكل الناس اللي بتمشي من عنده بتشكره دائما، اللي هو مبارك يحيى الشويع. طبعا هو مرور بالأمانة، طبعا تقريبا في شارع كلية الشرطة. هذا المرور بيسحرك بابتسامته الجميلة جدا والخلابة، اللي أول ما تمر من عنده مهما كانت الضغوطات اللي عليه وسط الشمس وسط الحر أيام البرد الصباح الباكر، في كل وقت بيكون ابتسامته جميلة جدا وبيحاول انه يتفهم الموضوع. حتى اذا جاء حد معصب او شيء بيحاول انه يخلص الموضوع بسلاسة. ايضا ماش من المرور اللي هم كذا يعني عنجهيين ممكن لفوق اصحاب السيارات او تعاملهم او تصرفاتهم مش كويسة. لا، يشكر على تعامله جدا، ومش انا بس اللي بشكره ولا معتز بس اللي بيشكره، انما الناس كلها بتشكره، اللي ماشيين في الشارع دائما بيشكروه. يعني وضع بصمة. يعني ممكن اعتقد هذا مبارك اذا مر حد من شارع كلية الشرطة وما حصلوش بالمكان اللي هو جالس فيه فقده يقول وين هذا الشخص، وين غاب، ايش اللي صار. فدائما وابدا الاخلاق هي اللي بتحكم وبترفع قدر البني ادم عند الناس. هذا الشخص الاول. اما الشخص الثاني كمان اللي حبينا اليوم نتكلم عليه اللي هو طه عبدو عثمان الفقيه. طبعا هذا مدير محطة الغاز للجامعة. طبعا اخلاقه جدا ممتازة، تعامله مع الناس المساربين للغاز في المحطة وكمان في إدارة المحطة. يعني احيانا بنشوف انه لما يكون في مساربات يكون في العديد من الضوضاء وايضا المشاكل اللي بتحصل، واحيانا بتوصل الى مرحله احيانا توصل انه الطعن او الالي وما شابه. ولكن بنشوف ادارته في تحدي هذه المواجهات وتحدي هذه الصعاب، وايضا كيف بيحل المشاكل. الأهم من هذا الشيء إنه إذا حصل سوء فهم أو خلاف بيقابلهم بابتسامة، وكمان بيقابلهم إنه بيخليهم يتفهموا الموضوع أساسا، إن الموضوع مش بهذاك إنه أنت جاي عشان تسوي نفسك أو لا، إنه خلاص أنت مرقم أو إنه في مثل هذه الأشياء ماشيين بنظام. واللي عاجبني جدا إنه في نظام وكمان الآدمي الراكز وكذا آدمي عاقل لما تشوفه له هيبته. دائما وأبدا بتشوف الإنسان المخلق واللي يكون كمان كذا راكز هيبته كبيرة جدا. حتى الناس إذا جاء واحد هو معصب وش يسوي مشاكل دائما خلاص يبدأ ينسحب بيمتص غضبه. فإحنا بنوجه له تحية للأمانة على إدارته السليمة جدا. وبنشوف إنه أكثر الناس بتفضل أن تروح تعبي بهذه المحطة عن غيرها من المحطات. أعتقد هؤلاء الشخصين لازم نحن نشكرهم، مش أنا بس، المواطنين كلهم بيشكروهم. وهذا أقل واجب ممكن نقدمه احنا في برنامج كوكتيل المساء وفي راديو المواطن وفي هذه الفترة المسائية لهذول الشخصين. ان شاء الله في اغلب الحلقات بيكون معنا اشخاص مميزة بنتكلم عليهم في بداية البرنامج، بنوجه لهم الشكر زي ما احنا بننتقد بنفس الوقت احنا بنوجه الشكر للناس الكويسة. وهذا الشيء المميز في برنامج كوكتيل المساء، انه احيانا ننتقد تصرف وبنفس الوقت احنا بنمدح اشخاص او بنمدح تصرفات معينة. احنا ما خلقناش بس عشان ننتقد، لا، احنا خلقنا عشان نعدل الاشياء السلبية ونحولها للايجابية، والاشياء الايجابية نكبرها ونخليها اشياء ايجابية اكثر وبتنتشر ما بين المجتمع.